تخليك تسال نفسك كده انت اللي بالظبط. بشتغله ده فعلا مر ولا ايوه مش مر. ايوه اوكي. بس لو رجعت اصل لاصل حد يصرف عليها وينجز يعني، لو يعني ممكن يبقى لذ بكتير. خش بس هندسه 5 سنين وهتخلص. خد شهاده مش بس هيحصل لك حاجه. ونتكلم في موضوع طيران ده بعدين يعني. قصه واحد مسيحي اسمه موزة دخل الجيش. البرنامج ده في 24 ساعه جاب 109 فيوز و13 ديسلايك ولا لايك. لو عايز ابتدي بزنس من الصفر ابتدي منين؟ ما دام في مشكله يبقى هنا في بيزنس. نحب نكون روبن هود البيزنسز، نحب ناخد فلوس الاشرار نعمل بيها خير. ازيكم؟ انا اسمي روبير. من 10 سنين قريت جملة بتقول لو بتشتغل حاجة بتحبها انت مش هتشتغل يوم في حياتك تاني. في البرنامج ده انا بستضيف ناس بيحبوا شغلهم بجد وبتكلم معاهم عشان اعرف ازاي يخلوا اكل العيش ما يبقاش مر. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معايا رامز يوسف موزة. وموزة بقى بيعمل كذا حاجة يا جماعة. سوسايتي اوف بلاي فاوندر، وكو فاوندر لطيارة، وكو فاوندر لزمرة. طبعا هنعرف ايه كل الكلام ده يعني. وبارتنر في نورشك. ماشي. ازاي بقى بيعرف يمانج كل الكلام ده؟ وهل الكلام ده كله اكل عيش مش مر ولا مر؟ انا عاجبني اسم البرنامج الصراحه. أوكي. ده اول حاجه يعني تخليك تسال نفسك كده انت اللي بالظبط. بشتغله ده فعلا مر ولا أيوه. مش مر. أيوه. ففي وقفه مع النفس كده لطيفه. انا يعني الحاجات دي كلها حصلت يعني بالصدفه وحصلت مش بالترتيب و بس اعتقد كلها كانت في رحلتي عن البحث عن الشغل اللي مش مر عامه يعني. يعني انت اصلا ده البيربز بتاعك، انت عايز تدور على شغل مش مر. انا مش عايز اشتغل. اوكي. انا أيوه. انا اصلا مش عايز اشتغل او عايز اوصل في الاخر ان ما احسش ان انا شغال. ما تحسش ان انت شغال. في فرق كبير قوي. حلو قوي. اوكي. بس لو رجعت اصل حد يصرف عليها وينجز يعني، لو يعني ممكن يبقى لذ بكتير. بهزر. لا لا لا. مش عايزين نشجع الافكار دي. لا عايزين نشجع الافكار ان واحد يشتغل. اكشلي انا فعلا نفسي ما كنتش بحس ان انا شغال. اوكي. يعني اساسا انا اصلا مهندس فعديت بالفتره دي. انت مهندس. اصلا مهندس معماري وسبت كل الكلام ده. يعني قعدت بس اشتغلت 7 سنين في الهندسه. يعني ما سبتوش في الاول كده. اوكي. لا خالص. فحس يعني طب ليه اشتغلت 7 سنين هندسه؟ ما كانش مر يعني من ساعتها. ليه؟ لا انا اعتقد ان يعني ان كل حد عنده مراحل مختلفه جدا جدا في حياته، وكل مرحله منهم ليها فيرجن منك. ساعتها انت شخصيتك مختلفه، اهتماماتك مختلفه، اولوياتك ساعتها مختلفه، وبناء عليها ممكن ساعتها الشغل ده يكون مناسب ليك في المرحله دي ولا لا. ساعتها ممكن يبقى الشغل مر في وقت ومش مر في وقت على حسب انت مين واهتماماتك. طب وهندسه كانت مره بالنسبه لك؟ لا انا كنت بصراحه محظوظ برضو، حتى اللي كنت بشتغل في يعني هندسه كنت بتحب هندسه. كنت بشتغل حاجه غريبه جدا مش موجوده خالص، بدور عليها من زمان مش عارف ليه موجوده في مصر، وبالصدفه حصلت. فالشغل بصراحه كان خفيف قوي على قلبي يعني. انا قبل اصلا هندسه انا كان نفسي اطلع طيار زي اي طفل يعني، عشان الف الدنيا. طيار اوكي. والف العالم والف الدنيا وكده. و البيت المصري الجميل الاصيل اللي عايز ابنه يفضل قاعد جنبه والحاجات الحلوه دي، ويبقى مهندس طبعا. ويبقى مهندس أكيد. زي بابا وماما. ايوه. وعمه 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 مهندس يا وعمه دكتور. عندي احنا عيله مهندس. كله مهندسين. انت عارف لو عيلتك كلها دكاتره كنت هتبقى دكتور بالظبط كده. فانا بتغدى وبفطر على سعر المتر بكام، والباستيلا بتعمل كام متر، والسيخ فيه كام مش عارف ايه، واسمنت وزلط، ويعني دي الحوارات العائليه يعني. فكنت عايز اطلع طيار، فبابا قال لي طب نروح نعمل الكشف اللي انت عايزه ده. فرحت عملت الكشف ومش عارف ايه، كنت لائق ان انا اطلع طيار وخلصت كل الكلام ده. خش بس هندسه 5 سنين وهتخلص. خد شهاده بس ونتكلم في موضوع طيران ده بعدين يعني. فقلت له طب انا اخش سمستر خلاص نجرب سمستر كده. وبعد انا دخلت، انا من وانا صغير عايز اطلع اركتكت يعني، دي حاجه انا عايز اطلع مهندس معماري. عشان انا بحب التفكير وبحب الكرياتيفيتي وبحب الرسم. وانت عايش في ده برضو يعني. وعايش في ده وكده. وانا برسم حلو يعني، ايديا ماشيه. اشتغلت حاجات زمان وانا صغير ليها علاقه بالفيس بينتنج والتاتوز والحنز فعندي حاجه اسمها فري هاند يعني. اوكي. والكلام ده.
فدخلت هندسه وكنتش عارف المعلومه دي، ان اركيتكتشر هي عباره عن 8 ديزاين كلاسز يعني او مواد ديزاين مبنيه على بعض. اوكي. فانت عشان تتخرج محتاج تاخد حاجه اسمها فاونديشن اوف ديزاين، بعد كده ديزاين 1 2 3 4 5 6 7. فلو فكست السمستر او فكست السنه انت هتلوز دفعه، عشان لازم تاخدها، لازم تاخد تاخدهم 3 مثلا كلهم ورا او بعض. 4. فحلم الطيران قعد يتاجل من السنه الاولى للسنه الثانيه للسنه الثالثه لدفعتي اللي خلاص حصل خير اتخرجت بقيت مهندس معماري. اوكي. بس اكشلي كان حظي حلو ان انا كنت لقيت نفسي انا مش متفوق عامه خالص خالص. انا الشخص اللي كان بيزوغ ومن الدروس وبيجي وكده وخلاص والحاجات دي يعني، ما كانش عندي اهتمامات بالتعليم تماما يعني. اوكي. ابتديت اشتغل وانا في الجامعه من مثلا من سنه تانية، بس لقيت نفسي شاطر في الجامعه. مش عارف بقى مشكله في الاخرين ولا فيا، بس كنت بطلع الثالث والرابع والحاجات دي ما على تهزرش. الدفعه. والله عشان اللي بعمله على هوايه وبحبه او لذيذ، طلع ان هو حلو يعني. واركيتكتشر لطيفه بقى، بتلففك مصر وتديك سايد فيزيت في مش عارف في جزيره ايه، وتروح تاخد بروجكت في مش عارف ايه وده جزء من اللي انا بحبه. انا بحب اسافر، هنس بقى انا كنت عايز اطلع طيار. اركيتكتشر ادتني بصراحه الاكسبوجر ده ان انا اسافر كتير في حتت كتير جوه مصر ولا بره مصر؟ جوه مصر وعشان كنت من الثلاثه الاوائل ادوني فرصه ان انا اتخرج من جامعه في لندن، وعملوا كده مش عارف ايه اكسشينج بروجرام وبتاع. وكنت محظوظ ان انا واحد من الناس اللي رحت خدت اخر سمستر من لندن واتخرجت من هناك ومش عارف جبت اونرز ازاي. كانت حاجه غريبه ايه جدا. ده ايه ده ايه ده؟ حاجه انت أوكي. مستغرب صح؟ أيوة. صح؟ استغرب قوي. ما اديش كده خالص، بس هي اعتقد هي ريلاتيفيتي. انا كنت أوكي. اشطر من اللي معايا. لا كنت بصراحه حابب اللي انا بعمله يعني. اي ما هي ملهاش آه. غير كده يعني. كنت حابب اللي انا بعمله، وفي اللحظه دي كنت فاكر ان انا هطلع مهندس معماري لبقيه حياتي يعني. ما انت طبيعي بقى خلاص 5 دخلت هندسه سنين واتخرجت وبابا وماما وشاطر كمان وشاطر وكله وبتاع، تمام. فكنت فاكر ان هطلع مهندس معماري. اوكي. خلصت مهندس معماري ودخلت الجيش. والجيش كان حاجه برضو يعني لحظه ترانسفورميشن جدا جدا في حياتي، ان هي خلتني اطلع من الجيش. طب هتبعت لي صورتك احطها وانا اقرا وكده. ماشي، عندي واحده لسه مبعتها لي من يومين. طيب. واحد تاني خالص. خلتني اطلع من الجيش احكي اللي حصل لي في الجيش لاصدقائي. فعملوا لي مفاجاه، كتبوا لي اسمي في اوبن مايك ستاند اب كوميدي اوبن مايك نايت. انت كنت بتهزر فقالوا لك انت قالوا لي ده لازم يتحكي، ده قولوا لحد ده. أوكي. فرحت بعديها باسبوع على طول كتبوا لي اسمي في البتاع ده، وكنت واحد من الناس اللي هتبرفورم من اول مره. وحكيت قصتي في ستاند اب كوميدي، قصه واحد مسيحي اسمه موزة دخل الجيش. وايه بقى الحاجات اللي حصلت لي وكده يعني. ومعرفش ايه جاب الموضوع مش كويس. قعدت اعمل ستاند اب كوميدي لمده 6 سنين. 6 سنين بقى، والساقيه واي يو سي ومهرجان اللي مش عارف ايه وحاجات زي كده. في اللحظه دي كنت فاكر نفسي هطلع ستاند اب كوميديان خلاص عادي بقى خالص. 6 سنين ستاند اب كوميدي. وشكلها الناس وشكلي لطيف ولذيذ وانا ما اعرفش وبتاع وكانت الدنيا ماشيه. قابلت محمد بسيوني اللي هو شريكي الحالي في طياره. ساعتها كان عنده بروجكت اسمه دي سلطه. لو حد من مواليد الثمانينات والتسعينيات، هوبا ايجيبشن ستايل والحاجات دي. كنا احنا اللي عاملينها. وقال لي تعالى نعمل برنامج مع بعض. انا امياس بيرسون جدا، وفي حياتي عامه اي اوبورتيونيتي بتيجي قدامي بتروح معاها، بروح لحد ما تثبت فشلها او تثبت ان هي مش بقى الفرصه الصح يعني. عملنا برنامج مع بعض اسمه وات فرق. وات ايه؟ فرق وكان عباره عن ان احنا بنجرب اكسبيرينسز مختلفه في مصر. فمره بانجي، مره مش عارف في ساند بوردنج، مره وبتصوروها وبنصوره وكده. عملنا برنامج ساعتها ما كانش فيه بقى اعلانات والكلام ده، كانش فيه انستجرام يعني. وكنت بصحى كل يوم بالليل ادوس ريفرش اشوف وصلنا لكام ومش عارف ايه. البرنامج ده في 24 ساعه جاب 109 فيوز و13 ديسلايك ولا لايك. فلمينا نفسنا ورجعنا بسرعه شيفت ديليت وعملنا برنامج تاني اسمه مش امبوسيبل. اوكي. وده كان الحمد لله ناجح، وعملنا منه 3 سيزونز. وهنا بقى كنت فاكر كنت بحب قوي مش امبوسيبل. كان لطيف الصراحه، كان لذيذ قوي. كان ساعتها لسه
احنا بنتكلم في 2012 13، نتكلم من 12 سنه. فترند ان انت تنزل تصور في الشارع ما فيش مش حاجه ما كده فيش اصلا حاجه في اسمها مصر. كده أيوة. يعني. وعملنا بقى سوشيال اكسبيرمنتس كتير قوي في الشارع. عملنا حاجه اسمها الشارع جوت تالنت، واضحك وخد تفاحه وبيت فورورد بجد في الشارع، ونشوف مين هيعمل ايه اللي بعده. مم. عملنا سربرايزز في للامهات في عيد الام، وكان حاجه لطيفه جدا. وكان ساعتها ال الدرايفر بتاعنا هو امباكت، عايزين ننزل نعمل فرق، ننزل أوكي. نعمل وعملنا حلقه عن التفاؤل. الوقت بقى كان ساعتها الثوره وما بعد الثوره والحاجات دي كلها. كنت فاكر ان انا هطلع مذيع في اللحظه ما دي. خلاص بقى خلاص بقى. البرنامج نجح والدنيا تمام. وانترفيوز بقى ومش عارف ايه، وام بي سي مصر وحاجات غريبه كده. وفي كل لحظه في حياتي، بقول لك المراحل مهمه جدا. السؤال مهم قوي تسال انت في انهي مرحله في حياتك. ان انا كل مرحله منهم كان عندي شخصيه مختلفه وسايد مختلف واولويات مختلفه. وكنت فاكر هبقى طيار، بعد كده كنت فاكر ان هطلع مهندس كده ستاند اب كوميديان، بعد كده مذيع، وانا النهارده ولا واحد من الاربعه دول. ايوه انت فعادي يعني. انت حاجه 4 حاجات تانيين خالص بقى. نخش في الحاجات دي بقى. يلا بينا. قول لي سوسايتي اوف بلاي. سوسايتي اوف بلاي. سوسايتي اوف بلاي ايه قصتها وابتدت ازاي والدنيا؟ سوسايتي اوف بلاي هي بروجكت انا ابتديته من حوالي 6 سنين. ما كانش ساعتها انا عارف هو يبقى ايه برضو، بس كلمت واحد صاحبي اسمه نديم من اصدقائي العباقرة، مهندس معماري متقاعد زيي برضو، وبيشتغل دلوقتي ثيتر كوتش ومايزنر كوتش وحاجات كده في التمثيل، وبيرسم وحاجة خطيرة يعني. قلت له نديم انا زهقان ومزنوق في ال9 to 5، وعندي كمية تشارج مش عارف اطلعها فين. كان ساعتها بقى وقفت ستاند اب كوميدي، وقفت مش امبوسيبل اللي هو اليوتيوب فالكرييتيف سايد بتاعك عايز انا مش عارف اطلعه فين وقاعد بتكلم في تارجتس وبروفيتابيلتي ومارجنز وحاجات جد قوي. كده. الحياه قلبت مره واحده كده. بالظبط. وكلمته قال لي فاهمك وحاسك، يلا بينا نتقابل. فنزلنا اتقابلنا، وقال لي احنا مش لوحدنا على فكره، يعني في ناس كتير قوي مزنوقه في الحته دي، بياكلوا عيش بس جواهم حد تاني، عارف اللي هم بتوع السوبرمان جواهم كده بس مزنوقين تحت البدل. فابتدينا نتقابل نلعب، ليترلي نلعب ونعمل جيمز، اكسبريشن جيمز، حاجات ليها علاقه بالارتجال الامبروفايزيشن وبتاع. وقعدنا نلعب سنه، وبنكلم صحابنا اللي هو حد صوته حلو بس عمره ما هيمثل، سوري عمره ما هيغني، حد صحابنا اللزاز اللي عمره ما هيبقى هيعمل ستاند اب كوميدي، او عمره ما هيروح يشترك في فرقه تمثيل او كده. وقعدنا اكشن نجمع الناس دي ونلعب مع بعض. وسنه وشويه بيقولوا لنا ايه ده، نقول لهم مش عارفين. طب بايه يعني بتعملوا كده ليه؟ نقول لهم برضو مش عارفين. يعني فور فن وما فيش اي حاجه، ولا كنا عندنا ولا عندي اي تصور البتاع ده ممكن يودينا فين. هو literally احنا حسينا that we need this. سافرت بعديها نيويورك، قعدت هناك 6 شهور في رحلة البحث عن الذات بس بجد شديت الفيشة خالص، وقفلت تليفوني المصري، وقفلت السوشيال ميديا، وقفلت كل 6 حاجة. شهور. 6 شهور. واخص بالشكر محمد بسيوني شريكي ان هو اتاح لي الفرصة ان هو يستحمل ان يشيل طيارة لوحده لمدة 6 شهور. ورحت هناك بالصدفة. لقيت نفسي جوه مدرسة ارتجال كبيرة قوي اسمها UCB في نيويورك، Upright Citizen Brigade، حاجة كده غريبة جدا. ودي أكبر improv سكول في العالم، وعندهم 2 campuses في نيويورك، واحدة في LA واحدة في ميامي، وعندهم مش عارف كام بودكاست، وعندهم كام يوتيوب شو، وعندهم كام ثياتر، وعندهم منهج ومكتب واو، وحاجات كتيرة جدا يعني. وممكن تبقى هناك بتعلم improvisation وحاجات كتيرة قوي. فخدت دخلت وحضرت عرض، ورجعت يوميها بالليل حجزت ليفل عندهم، فدخلت خدت ليفل 1. 2 weeks later خدت ليفل 2. وبعد ما بيخلصوا بيعملوا زي اوديشن كده، وينفع تعمل شو حقيقي في المسرح اللي انا حضرت فيه. عملت ده واي بيرفورمد على نفس المسرح اللي انا حضرت فيه شو من كام اسبوع. كنت اوحش واحد فيهم عشان لسه بفكر بالعربي بترجم بالانجليزي طبعا. الارتجال محتاج سرعه. فكنت اخر واحد بقى، يعني انت فين يا عم الحاج، البتاع خلص يعني. بس كان حاجه لطيفه ان انا عملت ده يعني. اوكي. وكنت رايح اكشن نيويورك 6 شهور دول عشان احضر كميه اكسبيرينسز وشوز وحاجات كتيره قوي قوي قوي
مختلفة عن اللي احنا عايشين فيه هنا او نعرفه هنا. فكنت اكشلي قعدت في منهم شهرين قاعد في ابارتمنت جنب قوي برودواي، الحتة اللي فيها كل الثياترز والحاجات. و واحد صاحبي برضو مصري خبيث قال لي ان في حاجة اسمها لاست مينت تيكتس، دي بتفضل واقف قدام الباب هناك، وفي اخر ربع ساعة بيعرضوا التيكتس المتبقية بدل ما هي اونلاين ب 200 و 250 ب 15 و 20 دولار. تحفه. كنت بروح تقريبا كل يوم او يوم ويوم لا حاجه لوحدي، ودايس على اليس، ومش عايز بقى رامز بتاع مصر يختار لي اي حاجه خالص عشان انا مش فاهم اصلا هما بيعملوا ايه. يس يس بتختار يس اي عرض وتروح اي حاجه. وكل مره بطلع بحاجه اول مره اشوفها، اول مره احسها، اول مره اسمعها. يعني عمرك دخلت مثلا شو عندهم سميل طول ما انت قاعد بتشم روايح مختلفه اوكي مثلا؟ عمرك دخلت شو قعدت 4 ساعات في شو مثلا بتتحرك في عمارة كل أوضة فيها حاجة معينة بتحصل، مفيش سيكونس ليها، ايه ده وتليفونك سايبه بره في الأمانات بتاعتهم وحاجات صح، حاجات بقى حاجات غريبه. حاجات غريبة جدا. فرجعت من نيويورك عامة معايا كلمة experiential. اوكي البتاع ده اسمه experiential، ما اسموش entertainment، هو اسمه experience، جاي من experience. انت ممكن تخش تحس حاجات وتمشي، هو ده الموضوع يعني. فمعايا كلمة experiential ومعايا كلمة بنلعب، اللي كنت بقى انا واصدقائي اللي انت عايز تلعبها اصلا. انا اصلا مش عارف ده ايه، اه يعني مش عارف ايه الزهق. بس ساعتها كنا فاكرين ان احنا بنعمل فرقة ارتجال اللي هي الامبروفايزيشن، زي ارتجال الشاطرين فشخ دول، كنا فاكرين احنا بنعمل ده. وفجأة لقينا نفسنا بنقول هنلعب تاني امتى، ما قالنا كتير ما لعبناش، مش عارف مين عايز يجي يلعب معانا. فلقينا ان احنا بنتكلم بصيغة اللعب، مش بصيغة احنا هنتعلم تاني امتى، هنعمل الورشة دي، لا احنا بنلعب نلعب 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 نلعب. وكان ساعتها في 5-6 شاطرين قوي في الارتجال اللي بيتقابلوا كتير بشكل يعني ريجولر، وبيجيبوا صحابهم معاهم. فاصحابهم دول بيتحولوا الى 2 تيمز، تيم بيتحمس يشترك معانا ويلعب معانا، وتيم تاني بيبقى intimidated شويه فبيتفرج علينا. ولما قررنا ان احنا بيتفرج بس ما هو الناس دي شاطره واشطر منه، فمش عايز يكسف نفسه، مش عايز. وهنا يدينا كلمه مهمه جدا جدا جدا، هي اللي حاطين عليها كل حاجه في الشركه، هي كلمه سيف سبيس. ازاي تخلق من الفكره دي حاجه اسمها سيف سبيس. وكانت الخلطه بسيطه جدا، ان انت بدل ما يبقى في 6 7 8 شاطرين وعازمين 15 20 يحاولوا يا اما يبقوا شاطرين زيهم يا اما يتفرجوا عليهم، انك تلغي اصلا الشطاره دي خالص، ويبقى في واحد بيمودريت الاكسبيرينس، سميناه بلاي ميكر بعد كده، ان هو اللي يقود اللعب. والناس الشاطره دي بقوا سبايز وسط الناس، ما حدش عارف ان هم تبعنا ومنزلين بقى خالص ليفل الشطاره، دورهم بس ان هم يطلعوا يحمسوا الناس، يرفعوا ايديهم اول حد، فبقى كله زي بعضه وكله جاي ينبسط بالظبط كده. وابتدينا نكتشف ان كلمه السر في البروجكت ده عشان يحصل هو كلمه سيف سبيس. شفنا الفرق الشاسع لما عملنا حركه الشطرنج دي ما بين ان في 7 8 شاطرين طالعين شويه باينين قوي ان هم اشطر من غيرهم، وفي ناس بتحاول تحصلهم وناس بتتفرج عليهم، الى كل الناس زي بعض ومفيش غير واحد بس اللي بيلاعب الناس. ومن هنا بقى ابتدت الفكره تاخد اشكال تانية، وابتدينا نعرف ان السيف سبيس دي هي مدخلنا للانر تشايلد بتاع كل حد جواه. ان ايه الجول بتاعك؟ الجول بتاعي بتاع سوسايتي اوف بلاي. سوسايتي اوف بلاي از ماي هيلينج بروجكت. يعني ده وقت الكورونا، بعد كده بقى فاست فورورد شويه، كورونا كانت هي الفتره اللي كلنا على حافه الديبريشن، وكلنا الظروف صعبه، وكلنا قاعدين في البيت ومحدش بيشوف حد و فاكشلي البروجكت ده عشان كنت بالنسبه لي كان هو طوق النجاه. فكنت تخيل معايا بقعد 2-3 لوحدي خالص في البيت، وفجاه بستضيف 40 حد ما اعرفوش عندي في الروف. والانرجي بتاعت الناس اللي جايه دي كانت هي علاجي، ان انا بقابل ناس مختلفه وبقابل ناس جديده، وكلنا مجتمعين على حاجه عبيطه وجميله زي اللعب. وهنا ابتديت اكتشف ربطت الكونسيبت بتاع inner child بالهيلينج عامه. في ناس كتير جدا في حاجه اسمها مثلا art therapy
وفي حاجه اسمها كولرز ثيرابي، وفي حاجه اسمها ميوزك ثيرابي، وفي حاجات كتيره جدا 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 لما بنيجي نجربها بنلاقيها اصلا هي عباره عن لعب كنا بنلعبه واحنا صغيرين وبطلناه. فكلمه السر هي سيف سبيس. ان عمرك سمعت حد بيقول لطفل ايه القرف اللي انت راسمه ده؟ لا. او عيب او ايه يا ابني الهبل اللي بتقول لطفل ايه الهبل اللي انت بتعمله ده؟ مفيش. او صوتك وحش يا حبيبي. او صوتك وحش او رسمتك زي الخرا. مفيش حد بيعمل كده في الاطفال. ايوه. عشان كان في سيف سبيس وما كانش فيه موبايلات، كنا مركزين قوي في اللعب، كان هو اهتماماتنا. وكان اللي بلعب معاه 5 دقايق اسمه ماي فريند. دي كلها حاجات اتلغت من حياتنا. ايوه فاهم؟ فابتدينا نشوف اصلا هو البلاي جراوند بتاع زمان ده كانت ايه الانجريدينتس بتاعته، وبنحاول نحققها للكبار عشان نديهم ميديم يرجعوا للطفل اللي جواه. فكل حد بقى مخبي جواه، واحد عبيط، واحد تافه، واحد لذيذ، واحد صوته حلو، واحد قرد، واحد فرقعلوز. كل الناس اللي هم الكبار الشحاطه اللي جواهم اطفال لسه وبيحبوا يرسموا يلونوا يمثلوا يستظرفوا كل ده، ومش لاقيين السيف سبيس اللي هم يطلعوا الطاقه دي فيها. احنا خلقناها لنفسنا وقعدنا اكشلي نلعب برضو 2 سنين بعد بقى نيويورك والكورونا، والبتاع ده ملوش اسم ومش عارفين هو ايه ومش عارفين رايحين مين فين، ومش عارف اخليه شركه، مش عارف اخليه شغل، مش عارف اخليه مشروع. فقعدت استضيف الناس عندي في البيت 2.5 سنين، عملنا بتاع 40 بلاي ديت عندي على الروف وفي الشركه وكده، لحد بقى ما ايفنشلي قدرت احوله في الاخر الى sustainable idea، واقدر اعمل منها revenues، واقدر اعمل منها business. ووعدت نفسي قصاد نفسي والفاوندنج تيم وكل الناس ان في الحته اللي احنا ابتدينا بيها اللي هي البي تو سي، اللي هي البلاي ديتس، مسمينها بلاي ديتس، اللي كانت بتحصل في البيت وفي الجنينه وفي الروف. ان اليونت دي والبرودكت ده عمره ما هيكون مصدر بروفيت، هيفضل دايما a non-profit unit. اوكي. عشان ما ننساش احنا جايين منين، وما ننساش احنا ابتدينا ليه، ما يبقاش بيزنس والناس تقفش على بعض وكده. بالظبط. واليونت اللي اسمها بلاي ديتس عندنا is a non-profit unit. اي revenues بتخش فيها بنرجعها تاني للكوميونتي عن طريق charity and community events. فمثلا في الانيفرسري بتاع Society of Play الاول رحنا اهمسا وجبنا 250 حد من دار مسنين، وجبنا لهم F&B، وجبنا لهم دي جي، وجبنا لهم ايه، وعملنا لهم يوم 7 ساعات من اللعب. قعدنا كل شويه ناس تجي لنا، ناس جديده ودار جديد يجيب لنا ناس، وقعدنا نلعبهم لحد المغرب عشان نفتكر ان البلاي ديتس دي اصلا معموله عشان احنا في البلاي ديتس عامه اللي هي اللي احنا بنسميها اور بي تو سي، بنلعب 3 ساعات في حتت مختلفه. ولما انت بتفولو البيج عشان تحجز التيكت متبقاش عارف هتلعب ايه ولا تلعب مع مين ولا هتلعب فين. انت بتحجز بس كده عمياني. وليه برضو ده مدخلنا للانر تشايلد اللي جواك، الكيوريوس، عشان كلمه كيوريوزيتي من اهم صفات الاطفال. الجروث عامه، تطور البني ادم معتمد جدا 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 على الفضول والكيوريوزيتي بتاعته. دايما لو لقيت طفلك كيوريوس عايز يطلع الشجره، سيبه يطلع الشجره، بس قول له يقع ازاي. ما تمنعوش من طلوع الشجره، حاول تنيرتشر الكيوريوزيتي، ما تحدهاش، ما تلمتهاش. ف اول ما تخلينا خالص للانر تشايلد هو ان احنا نخليك كيوريوس على سوسايتي اوف بلاي. مين دول بيعملوا، هم مبسوطين ليه، هم ليه على الارض مكركعين، هو ليه شايلوا ليه مانججين بعض، ليه عاملين بطه وز يعني. خليك كيوريوس عشان تقول ايه ده، انا عايز اروح. طب بعد كل اللي انت قلته ده احنا مش عارفين هو ايه. ما انا مش هقول لك هو ايه، مش هتقول. طيب عشان نجيبك. فهو في الاخر بروجكت بيلاعب الناس، بيفكرهم ان اللعب ده صفه مهمه جدا ومعتمده شخصيتك، ده الهيلينج سبيس بتاعك عشان تلعب. وانك البروجكت ده كمان ممكن يخلي ناس لونلي وقاعدين في البيت، الحياه مش مديلهم فرص يقابلوا ناس جديده، شغلهم مش مديهم الفرصه انهم يقابلوا ناس جديده، او انت وحداني او من حته تانية، بنخلق سبيس ان الناس تتقابل فيه وناس شبه بعض بيتقابلوا فيه. كل مره بنبوب اب في حته مختلفه وبنشوف الناس بنشجع الناس اللي جايه لوحدها عشان this is your time ان انت تلعب. ولو دخلت تحجز تيكت مفيش جروب تيكت، هو تيكت واحده عشان نفكرك ان زمان وانت صغير كنت بتنزل البلاي جراوند شجاع تلعب لوحدك، واي حد تلعب معاه 5 دقايق يبقى اسمه ماي فريند. فبنرجع الانرجي دي تاني
وبنطلب من الاخر الناس. وباي ذا واي البلاي ديت نفسه انواع مختلفه جدا، فانت كل مره هتيجي هتلاقي حاجه، ممكن ما مره دانسينج، مره ما بينتينج، يكونش زي اللي مره قبله يعني. هو شور مش يبقى زي اللي قبل. اوكي. ففي حته جديده وناس جديده واللعب نفسه جديد. وبنطلب في اخر البلاي ديت ان احنا نقول للناس بليز خدوا اللعبه معاكم البيت، الشركه، العلاقه، العيله، عشان نكبر المسج ونفكر الانرجي. بالظبط كده. آه. ونبقى سوسايتي اوف بلاي مم. مش شركه. واو. سوسايتي. اوكي. ده كل ده احنا بنتكلم على السوسايتي اوف بلاي بس. ما انا بقول لك انا رغاي خلي بالك. طيب طياره انا اتعرفت على محمد بسيوني. ومحمد بسيوني مهندس مدني من اسكندريه، كان ماسك شركه بابا في السودان، ساب كل ده وباع شويه حاجات وحط تحويشه عمره في حاجه اسمها دي سلطه، اوكي. هوبا ايجيبشن ستايل، وات ذا فارك ومش أيوة. امبوسيبل والحاجات دي، كان هو ده البروجكت بتاعه. واي جويند هيم جنب هندسه. كنت ساعتها لسه بشتغل في فيليبس لايتنج 9 to 5 مهندس عادي خالص، وبدخل قميص جوه وكده. وابتدينا طياره مع بعض ان احنا عايزين نعمل كونتنت يكون بيعمل برضو فرق. ودي حاجه الكومن في اي حاجه بحط فيها وقتي او مجهودي او طاقتي او تكون هتعمل فرق. لازم تكون بتعمل اي فرق. مم. ولو انت فاكر مش امبوسيبل البرنامج ده، ايوه انا فاكر. هو كان عباره عن هننزل الشارع نعمل كذا، هننزل الشارع تخلي الناس تعمل كذا، هننزل الشارع ندي فرصه للناس ان هم يطلعوا. مره عملنا حاجه اسمها الشارع جوت تالنت، جبنا عربيه نص نقل وعملناها ستيج، واللي معديين في كده كل واحد عنده موهبه دخل، وعملنا جوت تالنت في الشارع في الكوربه. وكنا ساعتها معانا سبونسر، فكنا بندي جايزه ماديه لكل حد. وعملنا برنامج وجبنا 3 مذيعين، مش مذيعين سوري، جادجز بسكور فادينا فرصه لطيفه لناس ماشيه بالصدفه في الشارع ان هم يطلعوا موهبتهم. غيرت يومه. بالظبط كده. ولحد النهارده لما بقى كبرنا وتطورنا، احنا النهارده بنحتفل ب10 سنين طياره يعني، فالكلام ده من زمان قوي. سمينا اللي احنا بنعمله حاجه اسمها فاليوتيمنت، ازاي تدي للناس فاليو في صوره انترتين. حلو قوي. ومن احلى الحاجات اللي احنا فخورين بيها مثلا برنامج اسمه خطوتين لورا، هو بودكاست منافس لحضرتك. اوكي. محمد بسيوني بيجيب 3 على ترابيزه كده مستديره، وكل حد في نفس المجال وصلوا بطرق مختلفه، فبنرجع معاهم خطوتين لورا بنشوف ازاي كل حد فيهم وصل اللي هو فيه. ويوجي بتبقى very very inspiring stories عشان تخلي اللي قاعد في البيت يحس ان طب ما انا كمان اقدر اعمل ده، عشان كلهم ناس جايه من باك جراوندز مختلفه ومن تشالنجز مختلفه، ومن كام واحد خسر وكام واحد فشل وكام واحد قفل وكام واحد غير كارير و فلحد النهارده طياره برضو الترمومتر الشخصي بتاعي امباكت، بس طياره بتقدم حاجه اسمها فاليوتيمنت. بس هو ده المين شغل بتاعك صح؟ مش لا، انا حاليا النهارده ما عنديش مين يعني. انا حاليا النهارده يعني انت سوسايتي اوف بلاي وطياره وزمره ونورشك بتحط وقتك في كل ده. ازاي بقى؟ ازاي بتنظم وقتك؟ يعني اول حاجه عملتها خالص كنت شغال في طياره، او كنت شغال مع طياره بس. اوكي. في الاول سهله دي؟ سهله. كانت سهله ماشي. وكان عندي احلام وافكار وكده، وكل ما اجي احاول اقول طب انا هعمل الكلام ده امتى، لقيته مفيش نفس. انا اصلا الطياره كانت مخلصه عليا، اشتغل عليها 12 ساعه في اليوم مثلا. فاشتغلت مع بيزنس كوتش. كان اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نعمل شويه حركات استراتيجيه في المسؤوليات بتاعتي، وانا مسؤول عن ايه، والبروجكت سايكل بيحصل فيه ازاي، ولازم يعدي عليا حاجات كده عشان اقدر حاجات اقل تكون معتمدة عليا. فساعتها هكون متدخل اقل في حاجات فهيفضل ليا وقت عشان اقدر اعمل بقية حاجاتي. وتعلمت ده حطيته في باقي الحاجات؟ ده انا الحمد لله يعني لله. كل ما الليرنينجز بتاعتي في طياره بقى لما جيت اسس شركات جديده او افكار جديده، الحمد لله مركز قوي ان انا ابتدي مطرح ما اتعلمت، ما احاول ما اغلطش الغلطه مرتين يعني. فاشتغلت معاها لمده سنه كامله على ازاي ان انا احول وقتي من 100% لحاجه واحده، ان انا اقدر انزل الوقت ده الى 30 و40%، واقدر احط بقى نيو فاشن او نيو بروجكتس او نيو
اي بقى الشركات الجديده والحاجات دي احطها جنب طياره. ولولا ده ما كنتش هعرف. انا عايز اوريك برضو حاجه عشان تتخيل يعني. انا دي الكالندر الشخصيه بتاعتي، فهي ده على طول مليانه مش فكره مليانه، ان هي كولر كودد ومتنظمه ومتظبطه. وده يعني ده الحل الوحيد ان ده انا البيزنس كوتش هو اللي علمك؟ لا ده كنت بعملها من قبل كده. ماشي. وعايز اقول لك ان انا كنت بعملها كده من وانا بجد مثلا بعمل الموضوع ده من 7-8 سنين. كنت بحط هنا السفريات وبحط يعني الموضوع ابتدى ان مره واحد صاحبي كلمني قال لي انت فين؟ احنا يلا ابتدينا. فبقول له ابتدينا ايه؟ قال لي كلنا هنا انجز. فقلت له مش عارف بتتكلم عن ايه. فطلع فرح مش ماي بيست فريند، واحد من يا شلتي نهار ابيض. والصوره بتاعت الشباب اللي قبل الفرح، وانا ما كنتش بجمع ان هو النهارده. فمن ساعتها وانا ابتديت احط الحاجات على طب الكالندر. رحت الفرح ده ولا لحقته أنا بس ما قلقت. لحقتش الصور. يعني رحت في الاخر. لا لحقت كل حاجه بس ما لحقتش الصور يعني معينه يعني. فمن ساعتها وانا عايش كده، واتعلمت بقى ان انا ازود حاجات، وبعد حلو كده ده. لقيت نفسي مرتاح اكتر بالالوان. 5 years later بقى قاعد مع الثيرابيست بتاعتي، انا officially diagnosed ADHD، فقالت لي مثلا عايز اقترح عليك ان انت تعمل color coded calendar. قلت لها حلفي. انا كده. قالت لي واو مين قال؟ قلت لها ما اعرفش. هو ده كويس؟ قالت لي طبعا ده احنا بننصح بيه. قلت لها طب هايل انا ماشي كده. طب حلو وبقى- انا هعمل الحوار ده. لا فرق جدا في حاجه. وجوجل كالندر مش ما انا كنت Apple. هسألك برضه. مش أوكي. ابل ستوبid اوكي فيري ستوبid في الحته بتاعت الكالندر دي. ماشي. لكن جوجل كالندر بتديك ان انت تشوف الايفنت من بره وتشوف كمان لونه وحاجات كتير. حلو قوي. فاشتغلت معاها ان انا اقدر بقى افضي وقتي. وليتر اون خلاص بقى بقيت عامل يوم لده ويوم لده ويوم للاتنين دول مع بعض ويوم لده. انا برضو نورشاك مش تدخلي فيها مش وقت مش يعني ممكن في الاسبوع كله 2-3 فيرسز بقى طياره وسوسايتي والزمره دي بروجكتس بتاخد فعلا وقت من حياتي. فمحتاج انظم واعمل كالندر، ويعني الموضوع بالنسبه لي very strict by calendar. اوكي فعلا اوكي. يعني. ده طيب في تمرين كمان؟ في تمرين كمان. يعني بتتمرن كمان؟ بتمرن بس كمان. بشوفك انا احنا مع بعض في بتحط الجيم. stories والجيم وبتاع. طب ازاي بتتمرن وبتظبط اكلك كمان في كل هذه الفوضى؟ هو أو والله مش الفوضى بقى الزحمه يعني النظام. الزحمة. اعتقد سيستم. انا عندي سيستم معين جدا. انا بصحى بدري. كام يعني؟ بصحى يعني الالارم الديفولت بتاعي في الحياه 8. اوكي. يعني ده ممكن يبقى ناس شايفاه بدري او شايفاه متاخر، بس هو بالنسبه لي 8 ده ميعاد منطقي. بس عندي قاعده اهم من 8 وهي 7 ساعات نوم. يعني لو نمت متاخر هزق الالارم، مش ما عنديش اي مشاكل. يعني اهم حاجه تنام 7 ساعات. 7 ساعات ده طلع حوار مهم قوي برضه. لا لهوي غير لي حياتي. غير ان اتعلمت اكشن من الكوتش بتاعي بيزو، ان في ايام بيقول لي لو مش نايم الساعه ولا الساعه ونص بتوع التمرين حطهم في النوم ما تجيليش. اوكي. فقلت له يعني ايه يعني؟ قال لي يعني الاهم ان انت تنام. ايوه. وفي نفس الوقت برضو لقيت الثيرابيست بتاعتي بتقول لي ان ال ADHD بيزيد مع قله النوم وبيتحسن، او يعني تأثيره عليا يعني بيبقى احسن لما بنام 7 ساعات اور بلس. انت عارف انا اكتشفت حاجه بقى. مثلا كنت بقول لنفسي انا هنام 12 واصحى 7، فدول 7 ساعات. وانام واصحى تعبان. انام واصحى تعبان. جبت البتاع دي سليب تراكر وكده. اكتشفت ان انا مثلا ممكن كواليتي تايم كده. غير كده انت بتحط دماغك 12 بس، لو بدل ما تخش في النوم ممكن ربع ساعه نص ساعه ساعات. ولما بتيجي تصحى والكواليتي والرام سليب بتكتشف ان انت نايم 6 ساعات. صح. انا بقولك عندك حق مليون في المية. انا كمان الالارم دايما بصراحه لازم تكون 7:30 8 ساعات الا ربع، عشان اللي يتبقى في الاخر يبقى مينيمم 7 ساعات. يبقى كده انت نمت 7 ساعات. ولو قدرت تخليهم 8 هايل. بس انا عشان بحاول اعمل حاجات كتير قوي 7 is the minimum ان انا اكون المكنه اللي هي بتاعت جسمي دي قادره تستحمل اللي انا بعمله فيها. انا برضو احنا بنعمل كتير. صح. بنعمل صح. كتير قوي. ف7 ساعات دي قاعده مهمه قوي 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 ان انت ان جسمك يقدر يديك اللي انت عايزه.
لو عايز ابتدي بزنس من الصفر ابتدي منين؟ لو عايز ابتدي بيزنس من الصفر ابتدي منين؟ هو اي بيزنس بيبتدي من الصفر عامة، يعني ما اعتقدش ان انت في ينفع تخش بيزنس غير لو انت داخل على بيزنس قائم يعني اصلا. يعني فلو انت هتبتدي تشتغل على فكرة جديدة من الاول خالص خالص خالص، اعتقد ان عايز اقطعك، يلا بارتنر ولا لوحدك؟ اختار بارتنر ولا لوحدي؟ اوكي. مش حاسس بقى كل اجاباتي ساعات وساعات، وده ينفع ويحكي كده ينفع وكده ينفع. مش حاسس دي في اجابه يعني مثلا انا بصراحه في طياره لا يمكن كنا نعرف نوصل للي احنا فيه النهارده من غير ان احنا الاتنين موجودين في الشركه. انا واحد لما اسسنا الشركه سخن قوي ومتسرع قوي وايموشنال قوي وامبالسيف قوي. البالانس بتاع بسيوني العاقل الراسي ويلي ده وصلنا لحته النهارده. انا تخصصت في حته معينه ليها علاقه بالكابابيلتيز اللي عندي، اللي هي برين ستورمينج وتفتيح علاقات وبزنس ديفلوبمنت. بس يوني اشتغل اكتر على الحته اللي هي فيها باك اند واستراتيجي و لحد ما في فتره. بس يوني النهارده بقى مذيع. مش كده بقول لك ان امتى؟ ده سؤال مهم قوي قوي قوي. انت في فترات بتبقى مش عايز تفكر في الفاينانس، عايز حد يجي يشيل ده من عليك. يعني فتره تانية. فانا مثلا كو فاوندر في طياره، ولوحدي في السوسايتي، ومع اختي في الزمره، و one of many partners في نورشك. فانا شفت صور مختلفه جدا جدا ما جدا. انا عشان كده سالتك مش السؤال قادر ده، اقول لك انهي بارتنر واحده، ولا مش قادر اقول لك انهي واحده. يعني برضو على حسب، يعني انت عايز يعني على حسب. يعني مثلا إن لازم لو انت البيزنس لوحدك لازم تبقى عارف ان مسؤوليه ان الشركه كلها هتتاثر بيك. your energy النهارده هتاثر في الناس، قراراتك هتاثر في الناس لوحدك، مودك هيأثر في الناس، المبادئ بتاعتك هتأثر في الناس. فاهم قصدي؟ يعني هرجع لسؤال، لو هتأسس شركة تبتدي منين؟ تبتدي منين؟ اعتقد اول حاجة لازم تبتدي منها وتسأل نفسك ايه البيرسونال كور فاليوز بتاعتي. دي اول حاجة خالص. انا اصلا ايه الفاليوز بتاعتي، وعايز اعمل ايه في حياتي كإنسان، عشان لو قدرت تبني الشركة aligned مع الكور فاليوز بتاعتك هتكون من المحظوظين اللي مش بيشتغلوا. اللي هو اكل عيش مش هيبقى مر بالظبط، ساعتها اكل العيش مش هيبقى مر. اوكي. فاي حد عامه عايز يبتدي شركه، يوجولي الناس بتبتدي من طريقه وهي مش غلط، وهي الماركت عايز ايه، او ايه الاوبورتيونيتيز اللي موجوده في الماركت، او ايه الجابس اللي موجوده في الماركت. طريقه طبيعيه جدا ومنطقيه جدا. بص معلش، انت لازم برضو تشوف الماركت عايز ايه بس باللي انت بتحبه، فهو البالانس بقى ده صعب. يعني عايز بص، صعب، وفي ناس كتيره جدا مش بتقدر توصل له، او الظروف مش بتخليها تقدر توصل له. بس هو برضو ليه طريقه، هو نفسه ليه طريقه. لا يعني انا في واحد صاحبي مثلا بيشوف الماركت عايز ايه، قال لي نفتح محل، هفتح انا، هو قال لي يعني انا هفتح محل مكواجي خلاص. هو مش مهم بقى ده بيحب وما يحبوش، هو ما يعرف، ما فهمش حاجه اصلا. ماشي. هيجيب مش عارف مكواجي ولا 2 ويشتغلوا. فانا ده بالنسبه لي لا، ده عشان انت كده كده هتخش في البيزنس ده هتتسحل بطريقه او باخرى يعني، فاهم؟ فلا انت شوف انت بتحب ايه او الكور فاليوز زي ما انت بتقول، وشوف الماركت عايز ايه. فانت ممكن برضو ايه يعني، هقول ماشي. في عامه كونسبت لطيف قوي ياباني كده بحبه، اسمه ايكي جاي ده معمول اصلا، هم عملوه عشان يرد لك على لماذا نحن هنا، على السؤال المعين بتاع لماذا نحن هنا. بس I can apply على اللي انت بتقوله جدا. هو عبارة عن 4 circles بينترسكتوا في حتة، والكومن انترسكشن ما بين الأربعة هي دي الايكي جاي، your own ايكي جاي. معرفش الكلمة معناها ايه، بس هشرح لك حاجه بالياباني بقى اكيد كده. حاجة بالياباني. الأربع دوائر بيقولوا أول حاجة لازم تايدنتيفاي انت بتحب تعمل ايه. خلاص، تحب تعمل ايه.
تاني سيركل انت شاطر في ايه، عشان دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. مم. انت بتحب تعمل ايه وانت شاطر في ايه، دول حاجتين مختلفتين. يا ريت يبقوا نفس الحاجه، يبقى حظك حلو قوي. اوكي. خلاص. لو لقيت انت بتحب تعمل ايه وشاطر في ايه، الدوريه الثالثه هي ان تميك شور ان في نيد للحاجه دي اللي انت بتعملها. عشان انت لو قاعد في مصر هنا واشطر استرونوت في الدنيا هتقعد في بيتكم. ما انت ما فيش صح. مفيش صح. opportunities هنا، مش هتلاقي حد بيوظف مفيش ديماند. مش هتلاقي حد بيوظف استرونوت يعني. ايوه. فلازم تميك شور ان الماركت اللي انت فيه محتاج الحاجه اللي انت بتحبها وبتعرف تعملها. لو لقيت الثلاث حاجات دول فاضل لك اخر دوريه، وهي انك تخلق فاليو الناس تقدر تديك مقابلها فلوس. برودكت يعني سيرفيس او فاليو تديهم قيمه. ما الناس هتديك فلوس في مقابل القيمه. اوكي. القيمه دي ممكن يبقى منتج، القيمه دي ممكن تبقى خدمه سيرفيس اندستري، القيمه دي ممكن تكون كفريلانسر، دماغك، طريقتك، ديزاينك، كل ده. فالاربع حاجات دول الانترسكشن بتاعهم ايكيجاي. لو قدرت تعمل ده تلاقي ده اللي انت بتحب تعمله وشاطر فيه والماركت بتاعك محتاجه وتخلق فاليو للناس، انت هتطير. انت مش هتشتغل. انت كده طاير بقى، واحد الاقيه واحد طاير. ما انت ما تنساش ان انت اصلا بادي من انا اصلا بحب اعمل ايه. فاهم قصدي؟ ايوه. فعشان كده بقول لك هي انا ممكن اقعد مع صاحبك بتاع المكوى ونشوف ايه الكور فاليوز بتاعته ونطلع من مشروع المكوى حاجات ترد على الكور فاليوز بتاعته. وهو الشخص ده ممكن يكون مثلا عايز يفتح رزق ناس في المش عارف ايه، فممكن يحول مشروع المكوى الى بلاتفورم للمكوجيه مثلا يعني. انت هتحوله لحاجه هو بيحبها. وهو بيحب يعمل مثلا فرق. خلاص، هل هو شاطر في ان هو يعمل الفرق؟ هل في بقى الاحتياج للمكوى فعلا في كده عشان يعمل الحاجتين دول؟ طب ازاي يخلق فاليو للناس دي كلها؟ مش قادر اقولك ان مشروع المكوى ما يطلعش في الاخر شغل مش مر. لا، ممكن يطلع شغل مش مر في الاخر. فاهم قصدي؟ عشان كده انا بحس ان لازم اي بروجكت، اي بيزنس، اي حاجه تبتدي من انا اصلا مين وعايز اعمل ايه في حياتي، ومن هنا تبني. هنا بقى تبني. دي البدايه. ان لو ده حصل، وده مثلا حصل لاختي في البروجكت الزمره، ان هي انا لما هي جت قالت لي اختي يعني كانت برضو مهندسه عادي جدا، دخلت الفرن بتاع المهندسين طلعت منها بعد 2-3 كانت شغاله في ماجد الفطيم في ماف، سابت كل ده وراحت قعدت في الجونه، خدت سكولرشيب وعملت ماجستير في حاجه ليها علاقه بالاربن ديفلوبمنت، وقررت ان هي تروح تعملها في القصير عشان جنب الجونه، وتدخل معاها شباب المدينه في التطور العمراني بتاع المدينه. اوكي. وهي 26 سنه كشافه. ف بعد ما خلصت كل ده جت قالت لي انا حاسه ان انا عايزه ارجع اعمل كشافه تاني. كانت بقى خلاص خلفت وبقت مامي وبتاع. فده بدايتي اصلا مع ان احنا نوصل للبراند اللي اسمه الزمره. في الاخر ابتدى بان احنا تعالي نقعد مع بعض نشوف اصلا انت كانسانه ايه مبادئك، ايه الفاليوز بتاعتك، عايزه تعملي فرق ازاي، عايزه تروحي فين. ومن هنا ابتدينا نشتغل على her personal core values. بعد كده شفنا ازاي this can be reflected في براند. طب البراند ده هيسيرف مين؟ طب الناس دي مشاكلها ايه؟ ما انت لو ما حلتش مشكله او نيد يبقى انت معكش بيزنس، انت هوبي بالظبط. هتقعد تتكلم، هتقعد ترسم في البيت عادي. فمين هنا الكلاينت بتاعنا؟ هي البيرنتس. طب مشاكلكم ايه؟ ما هو في 1,000,000 حد بيلاعب العيال وبيعملوا لهم حاجات. فاكتشفنا ان المشكله انا نسيت اقول حاجه مهمه، ان هي في الجونه كانت بتعمل كشافه لاولاد العيال اصدقائنا وكده، ورايحه تعلمهم كشافه لقيت ان هم اصلا مش بيتكلموا عربي. فاكتشفنا ان المشكله اكبر بكتير من الكشافه. المشكله اصلا احنا عايشين في مصر والولد اسمه شادي وبابا اسمه رامي وما بيتكلموش عربي. فاهم قصدي؟ ايوه. وعادي، والولد مقتنع ان هو مش محتاج العربي في حياته وان هو انجلش بس. فابتدينا نلقى المشكله بقى. يعني ما دام في مشكله يبقى هنا في بيزنس. ايوه على طول. صح. problem equals to opportunity على طول. فالبروبلم ان الجيل الجديد ما عندوش هويه.
الجيل الجديد ما عندوش لغه، الجيل الجديد عايش في ايجيبت مش مم. عايش في مصر. مم. الجيل الجديد بالنسبه له البحر الابيض اسمه بحر الساحل والبحر الاحمر اسمه بحر الجونه. والله بجد. والاهرامات في الاقصر واسوان، وهتلاقي يعني أيوة. اكتشفنا حاجات غريبه جدا يعني. فابتدينا نشتغل على واضح ان في هنا opportunity ان انت تعمل فرق حقيقي. ومنها طلعنا البيرسونال كور فاليوز، بعد كده البراند فاليوز، بعد كده وي ايدنتيفايد البروبلمز او البينز. بعد كده دي بتطلع لك opportunity تطلع لك product او service. فساعتها انت معاك معاك الايكيجاي. معاك معاك الايكيجاي. الايكيجاي. وما دام انت اصلا بادي من البيرسونال فاليوز بتاعت اختي، فاحنا متاكدين ان هي she will love what we will do. مم. فساعتها العيش، اكل العيش مش مر. مش مر. ف مش عايز اقولك انها سهله، بس هي ليها طريقه انك مادام بادي من البيرسونال كور فاليوز، فانت كده ان شاء الله تفضل الايند طول ما أيوة. انت ماشي، تفضل الايند. ومش عيب خالص ان انت تعمل بيزنس، ومش عيب خالص ان انت تعمل فلوس، ومش عيب خالص ان انت احنا بنسميه، احنا بنحب نكون روبن هود البيزنسز. نحب ناخد فلوس الاشرار نعمل بيها خير، بناخد فلوس الشركات مش يعني مش عايز اسميهم اشرار، بس ناخد الكوربريتس ونعمل بيها فرق. اوكي. في احلى من كده؟ فاهم قصدي؟ روبن هود. بس وده بقى الدرايفر بتاعنا في طياره، ده الدرايفر بتاعنا في سوسايتي اوف بلاي، ده الدرايفر بتاعنا في الزمره. انك تعمل بيزنس اولا الناس اللي شغاله معاك يكونوا مبسوطين. فبنحب قوي احنا في سوسايتي وفي الزمره بنسميهم بليفرز. ما عملناش ولا انترفيو، ناس شافت حبت عايزه رفعت ايديها عايزه اكون معاكم، تعالى بتحب تعمل ايه، طب احنا محتاجين ايه، طب انت عايز بارت تايم فول تايم، طب يلا بينا. والشركه اتعملت كده، السوسايتي اتعملت كده. وكل ده برضو انا حاجات كتيره جدا اتعلمتها من اكسبيرينسز قبل كده، واتعلمت كتير جدا 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 من البراند الخطير اللي اسمه نورشاك. ده بتاع نورشاك فوزي ونبيل رستم، هم دول فاوندرز مع خالد او صديقنا. وبنوا بيزنس من الجونه بيعمل sustainable environmental friendly animal friendly cruel free الباكجينج كله ريسايكل، كل حاجه معموله عشان نكون بوزيتيف فاكتور في الكوكب اللي احنا عايشين فيه. ولو قعدت مع نورشاك ورحت بيت نورشاك هتلاقي ان ده ريفلكشن طبيعي جدا لحياتها وبيتها كده برضه. هي البنت مولوده على البحر، باباها كان بينزلها تعمل البيتش كلين اب وهي صغيره. فاهمه البلاستيك بيعمل ايه في الانفايرمنت، فاهمه الباكجينج بيعمل ايه في الانفايرمنت. في يوم من الايام وهي طفله طلعت ترسه مخنوقه مش عارف ايه، يعني ده هي عامله كده. فانا اونستلي اتعلمت ده من عشتي معاهم، هم يعتبروا عيلتي وعايشين في الجونه مع بعض. وكورونا بقى قضينا يعني شهور وسنين عايشين سوا واهالينا وانت عارف بيبان قوي الفرق بين ان واحد بيعمل كده بس عشان يبيع، او واحد فعلا الكور فاليوز بتاعته او جاي من هنا. انا اي بليف كده، فهو ده اللي انا بعمله باي ديفولت. فاهم؟ 100% بتفرق قوي يعني أوي. بتبان في البرودكت. حتى لو عملت كل حاجه صح برضه هتتقفش. يس من الاخر يعني 300,000. يس بقولك انا عشت مع نورشاك، وانا حضرت بقى نورشاك كبراند وهو بيتبني. من ما تيجي نعمل هو ليه ما فيش حد بيعمل كذا، هو ليه كل البرودكتس لازم تكون بتتعمل كده وبتأثر بالشكل الوحش ده. سؤال مثلا هو ليه ما حدش عمل البتاعه بتاعه الشامبو والكونديشنر والكريمات والحاجات دي ان هي تكون جايه من حاجه ريسايكل وريسايكلد وتكون بايوديجريدبل. ما حدش سأل طلع فيه ينفع. فالبتاع البلاستيك اللي هي شكلها بلاستيك بتاعه نورشاك دي هي مش بلاستيك، دي بولي مش عارف ايه شوجر كين ريسايكلد مش عارف ايه. ولو اترمت في الرمله بتاعه البحر هتاخد كام شهر وهت بايوديجريدبل. ف عشان كده بقول لك نورشاك البراند كان بالنسبه لي انا درس كبير ازاي تخلق براند وبزنس كامل متكامل من شخصيتك. ولذلك النهارده احلى يعني كومنت باخده في حياتي ببقى طاير من الفرحه لما حد يشوف سوسايتي ويقول لي شبهك. ده بالنسبه لي يعني احلى
بجد فيدباك ممكن اخده في حياتي ان أيوة. هي شبهي عامله زي كده. وده الحمد لله انا محظوظ ان انا عرفت اوصل لده و somehow بقيت عارف تيجي منين. فعشان كده بقولك الشغل مر او مش مر اعتقد انها في ايدك حاجه في هي ايدك انت. هي برضو لو تبع الفاليوز بتاعتك هتفرق كتير قوي تفرق كتير قوي. قوي 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 قوي. ايوه يعني اصل انت كده كده هتقابل ايام وحشه مم. في اي بزنس، صح بس لو انت بقى ماسك في الفاليوز بتاعتك مش بتعمل كده بس عشان تعمل فلوس ولا عشان 100% حد قال لك تعمل كده، والله. هتفضل ماسك في البيزنس وهتفضل وراه. ومش غلط ان انت في حاجات بتكونها عشان اولوياتك بيزنس، ما انت محتاج تجرول بيزنس عشان تفضل تعمل الامباكت اللي انت عايزه. فممكن ساعات يبقى اولوياتك ميكينج البروفيت عشان تحتاج تعمل ده. بس الحلاوه بقى في المواضيع انك لما بتعمل ده من قلبك وفعلا طالع من البيرسونال كور فاليوز اللي هم اسمهم زمايل دول او اسمهم موظفين، ما اسمهمش ولا زمايل ولا موظفين، اسمهم اصدقاء الرحله، مم. اسمهم مصدقين فيك بليفرز. وفرق شاسع لما تبقى حد بيشتغل معاك من هو مصدق فيك عن ان حد لقى شغلانه وقدم لها. فبجد صح والله صح. والله والله انا ما اعتقدش ان في مره قلت لحد في سوسايتي او في الزمره اشتغل اكتر، هو كله لو سمحت بيديها اشتغل اكتر. كده، كله دايس دايس بنزين لغايه كله الآخر. دايس بنزين، كله بيساعد، كله بيروح الاكسترا مايل، كله اي حاجه تطلب في اي اتجاه في اي وقت بيعملها عشان هما بليفرز. مش وساعتها انت بيبقى ليك مسؤوليه تفضل حقيقي، تفضل ترو للي انت ابتديته عشان الناس دي تفضل مصدقه في اللي انت واخد المشوار اللي انت واخدهم فيه يعني. طب وانت مين الرول موديل بتاعك؟ انا عندي رول موديلز بجد في حياتي، في اللي هم يعني محظوظ ان انا عندي رول موديلز بقابلهم في حياتي و... و... وفي منهم 3 شركائي يعني. ودي انا محمد بسيوني شريكي انا بعتبره رول موديل واتعلمت منه حاجات كتيره جدا 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 في ازاي تدير البيزنسز من قلبك. يعني احنا بنشتغل، خلي بالك برضو بنشتغل في ادفرتايزنج اندستري، واحده من اقصى الاندستريز اللي موجوده في مصر. قاسيه، هي قاسيه، كله بيقسو على كله، ده عادي فاهم، عادي. وقد ايه هي اندستري مش عارف اقولها ازاي، بتفرق ما بين طبقات مختلفة وبتعامل الناس بطريقة مختلفة والكرو مختلفة عن الكاست. يعني هي بشعة. وازاي تقدر في كل ده، في كل الغابة دي، تخلق شركة دايما اي حد ما يجيب سيرتها الناس دي كويسة، الناس دي بتشتغل من قلبها، الناس دي بتخاف ربنا. اتعلمت منه بجد بجد ازاي تعرف تعمل حاجة في فيلد صعب بس بإثكس وبرحمة وبطيبة وبجدعنة بأصول وبروقان وبهدوء وحاجات كده. تو رول مودلز بالنسبة لي as cliché as it sounds my other 2 partners نورشاك فوزي ونبيل رستم. اوكي. ومحظوظ قوي ان انا بشتغل مع يعني معاهم وعايش معاهم وباكل واشرب معاهم. ان نورشاك بجد هي عارف الشخص اللي بيعمل فرق هو مش واخد باله كتر ما هي her energy is so powerful، وعنيدة جدا 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 في اللي هي مصدقة فيه، و شبهي في الحتة سخنين كده وكده. والبالانس اللي معمول بقى مع جوزها نبيل رستم. نبيل برضو بالنسبة لي رول موديل برضو في إدارة البيزنسز، ازاي تخلق عيلة اكتر ما تخلق شركة، ازاي تكون الشركة شكلها من بره تحسها طيب قوي ومش عارف ايه، بس من جوه منظمة جدا وفي a very strict and clear system واضح قوي، باك اند قوي جدا جدا جدا، استراتيجي قوية جدا. وتعلمت منهم. اكشلي انا عشت قصة بدايات نورشاك قبل ما ابني سوسايتي والزمرة، فبجد كتير قوي قوي من الليرنينجز هناك حطيتها هنا طبقتها هنا
اشتغلت بنفس الطريقه، ويعني وياما قعدنا في البلكونه وقعدنا نخترع مع بعض ونحط ونعمل استراتيجيز مع بعض لحد النهارده كمان بيساعدوني. اخر واحد برضو رول موديل بالنسبه لي امير فايو. امير فايو ده واحد من ده صديقي اللي كان دايما بيكلمني عن المدينه اللي اسمها نيويورك دي. مم. هو عايش هناك، هو شاطر في نيويورك، فانت لازم تتخيل ليفل أوف. الشطاره. نيويورك انت لو مش 11 من 10 هتقعد في بيتكم. هو شاطر هناك، هو بيشتغل حاجه اسمها براند اركيتكت، وهو هو اللي عمل ميزون 69 اللي في جاردن 8، فيلا بابوشكا. هو اللي بنى براند اللي اسمه زوبا. هو براند اركيتكت بيشتغل على براندز عامه، وهو ده اصلا اللي قال لي كتير قوي عندي في نيويورك حاجه مش عارف ايه، تعالى شوف، اتفرج على ده، اسمع ده، شوف دي عملوها ازاي. لحد قلت له بقى وريني نيويورك بتاعك، تقول لي بقى بتعمل ايه يعني. رحت 6 شهور رحت بقى 6 شهور. بس كرول موديل انا ستيف جوبز تيم جدا يعني. وانا كمان بجد طبعا فعلا. بامانه. اه ده الراجل ده قريت البيوجرافي بتاعته. طبعا أوف. طبعا طبعا أوف. طبعا خطير. أوف. انا ما اعرفش لو انت تعرف المعلومه دي او الساده المشاهدين لا آه. يعرفوا المعلومه دي ولا لا. البتاع اللي احنا بنعمله ده اسمه بودكاست. وال 2005 لما كانت لسه ستيف جوبز كان لسه عايش، لما بيعملوا كل سنه لونش كده او كده، كان هي واز انتروديوسينج حاجه اسمها، كان ساعتها في الايبود، و he was introducing كلمة جديدة مش موجودة في المعجم بتاعهم، اسمها بودكاست. فالبودكاست اللي احنا بنعمله ده هو عبارة عن ايبود برودكاست. ففكرته ان انت وانت قاعد في البيت تقدر تبرودكاست كأنك راديو ستيشن وتسمعه على الايبود. فحضرتك تعمل قناة راديو وانا اسمعها على الجهاز البتاع ده. فألف كلمة بودكاست اللي احنا النهاردة بنستخدمها في الحياة. فبالنسبة لي الشخص ده مش انوفيتيف، هو غير العالم. غير العالم. هو غير العالم. وتتعلم منه ان سيب الناس دي تتخانق وانت روح اخترع حاجه تانية خالص. هي حاجه اسمها بلو اوشن استراتيجي. سيب الناس تصطاد في البحر. كتاب وراك هنا اهو واو. البلو اوشن استراتيجي هو فكرته ان لو في صيادين كتير قوي في البحر سيبهم يتخانقوا، روح انت اصطاد في المحيط. ايوه. وده مثلا طياره، كل الناس بتتخانق على الاعلانات، كل الناس بتتخانق على جوائز الاعلانات، احنا قاعدين بنعمل برامج لوحدنا خالص، مش عارف مين الكومبيتيشنز بتاعتنا. عارف ايه حاجه بحبها قوي في ستيف جوبز كمان؟ اصل انا بعمل جولري. فهو كان دايما في الكمبيوترز بتاعته بيخلي اللي جوه الكمبيوتر البورده شكلها حلو. يقول لهم انا لازم البورده يكون شكلها حلو. يقولوا له مفيش حد هيعمل هيفتح البورده دي غير اللي هيصلحوا الكمبيوتر او اللي هم النيردز يعني بتوع قال لهم لا انا لازم كل من جوه يكون شكله حلو ومن بره يكون شكله حلو. فدي اخدتها برضو في الجولري اللي هو لازم الجولري من جوه يكون شكلها حلو. اعتقد لو تكلفة الشكل الحلو دي هي تكلفة الشكل الوحش، طب واي نوت؟ بتاخد وقت اكتر اي بس واي نوت؟ طبعا. ايوه ما لو عندك فرصة تعمل حاجة احلى ما تعمل حاجة احلى. لا ستيف جوبز خطير يعني. خطير ديتيلز ودماغ وبرضه الراجل برضه هو بيطلع في الروح في الاخر كام شهر قال برضه حاجات كده يعني الماظ. يعني قال حاجات يعني تبقى بروزها فوق السرير. ده بجد قال حاجات لي علاقه ب الوقت والعيله والكواليتي تايم والغنى فيرسز الفقر فيرسز تقضي قد ايه مع وقتك وتعمل ذكريات قد يعني قصدي ملحمه انسانيه يعني ستيف جوبز يعني. بص انا بعمل بقى دلوقتي في البودكاست حاجه جديده. ماشي. انت هتكتب سؤال للشخص اللي جاي. اوكي المره الجايه. ماشي. انا مش هشوفه. ماشي. انا ما اعرفش هيكون ايه. ماشي. انا المره الجايه هديله الورقه دي. حلو قوي. ماشي. اكتب كده. انا عندي سؤال من اللي قبلي ولا دي اول مره نبتدي؟ لا دي اول مره نبتدي. ما تهزرش. ايوه ده انا محظوظ قوي. طب ما انا هكتبه النهارده ليك. اوكي خلاص. لا انت كده بقى بتهزر. لا انا كده اعمل بودكاست بقى. ماشي. اكتبه ليا. طب واللي جاي هيرد على اني سؤال؟ نفس السؤال برضو. ماشي حاضر. اوكي. ده لو عارف يقراه.
لو انا عرفت اقراه هو هيعرف يقرا. هتديني بقى سؤال عميق وما اعرفش ارد عليه لا خالص والله. جماعه اعملوا سبسكرايب ها تنسوش. ايه تمام. بس يعني انا بعتذر له وبعتذر لك على الخط، فممكن تبقى تعملها بخط احسن. طب ماشي. أوكي. ماشي جاهز. اه وفي اصلا غلطه املائيه انا مش عارف هي ايه الصح بتاعها، بس ان شاء الله هتعرف تقراها. ماشي. مش شاطر قوي في العربي. عزيزي الضيف القادم، اكمل الجمله التاليه. انا بصحى كل يوم عشان انا بصحى كل يوم كل يوم عشان اعمل تعمل فن اي حاجه ليها علاقه بالفن، غنى، تمثيل، جولري، بودكاست. انا تصدق دلوقتي تاني؟ افتكرت الفقره دي في حياتك. ايه انا في يوم من الايام حضرت لك عرض وكنت عرض. بترقص بالظبط. وبتغني. ايوه صح يا ابن اللذينه. فن. صح. ما انا اكتشفت كده قريب، خلي اوكي بالك. يعني فن، حلو قوي. هي فن. تحفة. حلو قوي. حلو سؤال حلو قوي. لذيذ. طيب طبيعي. خلاص دي هسيبها للجاست اللي جاي. حلو قوي. رامز انا ثانك يو سو ماتش النهارده، اشكرك بجد.